اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بالف خير. اسامه حسن، قبل ما اقول لحضراتكم تصريحات اسامه حسن بخصوص محمد الشناوي في التوقيت الحساس ده اللي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي، عاوز اسال الزملكاويه سؤال وبالله عليكم تجاوبوني بصراحه. يعني اسالك سؤال وبالله عليك مره تانية تجاوبوني بصراحه، سواء جمهور نادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك. لو جيت قلت لك او جاء واحد من لاعبي النادي الاهلي السابقين طلع في احد البرامج وقال لك انه في ازمه ما بين حراس نادي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي قبل مباراه الاياب امام نهضه بركان الحاسمه للقب، وانه اللي لعب مباراه الذهاب هو محمد عواد، ومباراه العوده في القاهره هنا محمد صبحي حالف 100 يمين لازم يلعب. هو كده حالف 100 يمين لازم العب المباراه دي، وما فيش حد من الجهاز الفني قادر ولا قادر يعمل اي شيء ولا قادر يكلمه، وهي عامل ازمه كبيره داخل نادي الزمالك. ايه هيكون رد جمهور نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك على صاحب التصريح دي؟ هيكون ايه ردهم؟ انا اقول لك ايه الرد، وانت حضراتكم يعني جمهور نادي الزمالك واعلامهم يكتبوا لي في الكومنتات ايه رايهم. هيكون ردهم ازاي تقول كده ومفيش اي شيء والامور حلوه وزي الفل وانت راجل عديم الوطنيه ونادي الزمالك بيلعب باسم مصر ودي بطوله دوليه ولازم كله يتكاتف مع نادي الزمالك، والقصه والروايه والحكايه. صح ولا مش صح؟ اكيد صح. طب ايه راي حضراتكم في تصريحات اسامه حسن بخصوص محمد الشناوي اللي بتجي قبل مباراة النهائي امام الترجي التونسي بحوالي 48 ساعة، اللي بيقول فيه انه محمد الشناوي عاوز هو اللي يلعب مباراة الترجي وحالف 100 يمين ومحدش قادر عليه ومحدش قادر يكلمه من الجهاز الفني وعامل ازمة كبيرة وهو اللي حاكم بامره داخل النادي الاهلي، وانه عامل مشكلة ما بينه وبين مصطفى شوبير. ايه رد حضراتكم؟ خلينا احنا زي ما قلت لحضراتكم وقلت لكم بالله عليكم تجاوبوني بصراحه. هل يصح من لاعب سابق لعب في اهلي قبل كده ولعب في الزمالك وفي الاتحاد وفي انبي ولعب فتره بسيطه كده منتخب مصر ودعم الظهور في الاعلام والكلام ده كله، في الاخر مصري، يقول تصريحات زي كده على علاقه 2 حراس داخل النادي الاهلي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا؟ احنا ماشي في الدوري هنا ماشي بنجادل مع بعض وكده، ولكن هل انعدمت الوطنية خالص من جواك؟ يعني انعدمت خالص؟ وهل الكلام ده صحيح؟ طب لو انا قلت لك مثلا او جاء لاعب سابق زي ما قلت لحضراتكم وقال لك برضو انه في ازمة بين حراس نادي الزمالك، اول حاجة هتقول لك انت عرفت من فين؟ يعني عرفت من فين؟ وده معسكر مغلق وكده، وده برضو نفس الكلام، ده معسكر مغلق، انت عرفت من فين؟ وانت مين اصلا عشان تعرف انه في ازمة وانه محمد الشناوي عمل ازمة ولا لا؟ ده احنا بنشوف محمد الشناوي وهم نازلين تدريب شايل الكيس بتاع الكور وعادي خالص، واللي هو اكد بانه اهم حاجة البطولة وما بعد البطولة يبقى لكل يعني نتكلم ويشوف الامور هتمشي ازاي. شيء غريب وعجيب، وفعلا فعلا اكتر وصف ممكن يتوصف بيه اسامه حسن بانه ملط في كل حاجه، في الفكر الكروي، في النظره الفنيه، في الوطنيه، في الدم حتى ملط، يعني حتى في الدم والاحساس كده ملط. سلام.